السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب التوينز في كل زمان وفي كل مكان. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنتكلم عن مباراة مصر وزيمبابوي. طبعا من غير أي مقدمات، الحمد لله رب العالمين على ال3 نقط. منتخب مصر كنا محتاجين ال3 نقط بفارغ الصبر، خصوصا بعد فوز منتخب جنوب افريقيا على انجولا، الاثنين اللي معانا في نفس المجموعه. منتخب جنوب افريقيا كده 3 نقط، منتخب مصر 3 نقط، تساوت الرؤوس. الحمد لله ما فيش حد احسن من حد، واحنا ماشيين خطوه بخطوه. أي نعم في سلبيات، يعني يكاد يكون كله سلبيات، مفيش غير إيجابية واحدة، اللي احنا عندنا 2 بيلعبوا في الدوري الإنجليزي. عندنا 2 مصر ما جابتش غير محمد صلاح وعمر مرموش. لو حد غير ال2 دول ظهر في الماتش يبقى انا راجل ما بفهمش، وكده كده الراجل ده طبعا لا طبعا بيفهم زي الفل. احنا هنتكلم عن كل حاجه في المباراه بالتفصيل، هنتكلم عن كنا كويسين في ايه، كنا وحشين في ايه، هنتكلم عن ازاي قدر حسام حسن ان هو يخطف ال3 نقط في مباراه النهارده. لو انت عزيزي المشاهد بتتفرج علينا عن طريق اليوتيوب، ما تنساش تعمل كومنت وتعمل لايك على الفيديو. لو انت بتتفرج علينا عن طريق الانستجرام او التيك توك ما تنساش تعمل فولو، ان شاء الله ردك الفولو. ولو انت بتتفرج علينا عن طريق الفيسبوك يا عزيزي المشاهد ما تنساش تعمل لنا لايك وشير الفيديو عشان يوصلنا كل جديد. يعني اعمل لايك، اعمل لايك. يلا بينا على تحليل المباراه، ندردش مع بعض. اول مباراه في الماما افريكا. بدأ منتخب مصر الشوط الاولاني، شوط اولاني وشوط تاني ما فيهوش اي مميزات غير اول ربع ساعه في المباراه اخر ربع ساعه في المباراه، اول ربع ساعه واخر ربع عشان نوفر عليك باقه النت، يعني فاهم. فاول ربع ساعه في المباراه واخر ربع ساعه في المباراه هو ده المنتخب، هي دي الكوره، تمام. اول ربع ساعه اللعب كله كان متركز على جبهه محمد صلاح، ان هو ينقل حسام حسن اللعب كله على جبهه محمد صلاح، بحيث ان محمد صلاح يبقى، انا كاتبها والله لازم في الكشكول اهو، يبقى صاحب اللمسه اللي قبل الاخيره، يبقى صاحب الاسيست. محمد صلاح طبعا كلنا عارفين ان ارني سلوت كان بيعتمد عليه السنه اللي فاتت، مش السنه دي، السنه اللي فاتت، ان هو واخد اكبر نسبه اسيست في الدوري الانجليزي تقريبا، او اكبر نسبه اسيست في أيوة ليفربول. اكتر واحد صنع اهداف في الدوري السنه اللي فاتت. ليه؟ لان هو ارني سلوت حوله من لاعب ما هو برضو حكم السن بيحكم اللاعب، حكم السن بيحكم اللاعب. حوله من لاعب كان بيلعب في الميدل او بيلعب في الديب، بيلعب ان هو اللاعب الوينجر الرئيسي ان هو يخش ويقطم ويشوط، حوله من لاعب هاوي للاعب ناضج صاحب اللمسه الاخيره. لا عايز اقول حاجه، وعشان جوده صلاح وعشان هو عرف كويس قوي، عارف كمان ياخد هداف الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت. ما انا بقول لك هو قرا في حته شمال الطرش دي، هو قرا في الحته دي. فمن ساعه السنه اللي فاتت وحسام حسن ماشي على نفس النهج، وهو ده اللي كان بادئ بيه المنتخب. اول ربع او تلت ساعه بيجمع اللعب كله ناحيه اليمين، ناحيه محمد صلاح، تريزيجيه وعمر مرموش وامام عاشور، الثلاثه بيخشوا جوه ال 18 عشان يفتحوا مساحات لمحمد صلاح. وشفنا كور كتير قوي بالجمله، اولها في الدقيقه الثالثه ثرو من تريزيجيه لامام، اللي كان قبلها اصلا الكوره عند محمد صلاح لعب الكوره لتريزيجيه يجري امام، وامام فكر تفكيرين، فكر ان هو عايز يلعبها لوب، وفي نفس الوقت كان عايز يجيب جون باي شكل، فلعبها لوب ضربت في صدر لعبه عزيم بابو، وطلعت في الدقيقه 5 عرضيه اولى محمد صلاح لتريزيجيه. تريزيجيه شوطه حلوه قوي، نفس الكوره بتعمل في الاهلي. ما حسام حسن ما بيتفزلكش، حسام حسن بيعمل اللي بيشوف في الانديه، ودي مصيبه سودا هنتكلم عنها بعدين. ان هو مفيش فكر جوه ارض الملعب، هو بيعمل اللي بيشوف في الانديه. بيشوف تريزيجيه سورب بيلعبوا نص ملعب، فانا هلعبك، فاهم. بيشوف محمد صلاح بيبقى صاحب اللمسه الاخيره في ليفربول، فانا هعمل لك كده. محمد صلاح رفع الكوره تريزيجيه لعبها بدماغه في نص الجون، كانت خطيره جدا. في الدقيقه 11 الكره الثابته تيجي ليمين محمد صلاح عشان يلمس اللمسه اللي قبل الاخيره برده ويرفع لامام عاشور، بس ما تلبسش في وش رجله، هو كان عايز وش رجله، لبست في ركبته في القصبه بتاعت الرجل، ما لبستش برده. امام لسه واحده بيرجع، وفي الاخر راح يطلعه. اقسم بالله اكتر واحد نشيط في الشوط الاولاني، راح يطلعه وساب حمدي فتحي. طب انت عايز تهاجم، ما طلعش حمدي فتحي ليه يا عم؟ مش فاهم، هو انت اصلا حاطط حمدي فتحي ليه؟ ده سؤال. حاطط حسام عبد المجيد ليه؟ لا سؤال، ايه فايده الثلاثي الدفاعي بتاع نص الملعب وانت اصلا نص ملعبك متاكل وعمال يخش فيك هجمات؟ حاطط 2 ديفندرات يا عم، احنا بنلعب مين؟ حاطط 2 ديفندرات، 3 ديفندرات يا شيخ، حرام عليك. في الدقيقه 19 جول الاولاني مضحك لزيمبابوي، بيلعبوا على جبهه محمد حمدي ضعيف قوي في الدفاع، ضعيف جدا،
وانت مش انت للاسف احنا ما عندناش سيستم. مفيش فكر دفاعي، مفيش فكر في الكره الثانيه، مفيش فكر خالص في الناحيه الدفاعيه دي. انت عندك محمد صلاح، عندك عمر مرموش، يلا يابا ارمي ودي واتكل على الله. طب واللي ورا مفيش اي نظام دفاعي، مفيش اي كتله دفاعيه خالص. مفيش حد بيغطي العمق بتاعك، انت بتلعب بثلاثه نص الملعب والعمق بتاعك مكشوف. مفيش تغطيه عكسيه، مفيش تغطيه اصلا، مفيش تغطيه ثنائيه. الجون الاولاني اللي زيمبابوي في الدقيقه 19 محمد حمدي بيغطي مع مين يا ربي؟ بيغطي مع حمدي فتحي تقريبا. محمد حمدي وحمدي فتحي الاثنين فوق وسايبين شارع في وسطهم. الباك بتاع زيمبابوي ولا الوينج بيلعب العرضيه. طبعا اتكلفت، حسام عبد المجيد اتكلفت. الواد انا شفت الاعاده 100 مره، الواد طلع لقدام كده راح خده لورا، طلع لقدام راح حسام رايح معاه راح خده لورا. طبعا حسام اول ما يلف هيجي له غضروف فاش، ما لعبتش ربيعه عليه. طبعا ربيعه احسن الوحشين، ما لعبتش ربيعه عليه. وعندك لا الواد محمد اسماعيل بتاع زد وتد، ما لعبتوش ليه؟ حسام عبد المجيد عنده مشكله في التمركز. وتفتكروا ماتش الاهلي والزمالك لما شريف خده كالو كده، محمد شريف كالو قطع منه لما الشحات اداله الاسيست، قطع منه محمد شريف تمام، وراح واكل محمد شريف واكله كده، راح مع حسام عبد المجيد راح مفروش. عنده مشكله في حته حسام عبد المجيد، هو كطول كرات عاليه تمام، لكن كرات ارضيه والتمركز عنده مشكله كبيره جدا. زينا بقى يا جدعان من ثنائيه حجازي وعلي جبر، لازم دايما يبقى في واحد قوي والتاني ملط. فليه؟ طبعا حسام عبد المجيد يتكلفت، المهاجم بتاع زيمبابوي ياخده على الثابته، يستلم الكرة براحته جدا من ظهره، يستلم الكرة ينقل الكرة على شماله، مش ان هو طالع 3 متر قدام، وبرده يعني نص صده كده، نص صده، فاهم؟ ما بيفردش ايده، طالع قدام الخط بتاع 6 يارده. طب ليه؟ يعني عايز اقول على كلمه على لمحمد حمدي. يعني انا مش هلومك، انا هلوم على اللي جابك المنتخب. انا هلوم والله العظيم، انا ابتديت اشك صابر رحيل اللي كان بيلعب في الاهلي احسن منه. اقسم بالله انا هلوم على اللي جابك المنتخب بجد. هتقولي عرضياته حلوه، عمل عرضياته الشوط الثاني، يا عم هات اي باك. لا هيقول لك انت عمل اسيست لعمر مرموش، حرام عليك، احترام لاي حد، مش على قدر منتخب مصر خالص. وفتوح كان افضل. نص ساعه ما قدمناش اي حاجه حرفيا، عندنا كوارث في الدفاع بالجمله. في الدقيقه 33 التبديل مضحك، خروج امام عاشور ونزول مصطفى محمد، تبديله حلوه، اللي نزل حلو، اللي طلع بيطلع امام عاشور ليه؟ ما طلعش حمدي فتحي ليه؟ مصطفى محمد كانت نقطة تحول قوية جدا جدا في المباراة. الجون الأخير اللي هنشرحه كمان شوية هو يعني عايز أقول لك 75% من الجون موت نفسه فيها الواد. خط بص كسب اتحدى أي محلل، كسب كل الالتحامات الثنائية اللي اتلعبت له، السرعات الهوائية كلها. مهاجم وتد دكر عمرو زكي التاني، كسب كل الالتحامات، بيروح على كل كوره. محمد صلاح لما استلم الكوره وشاط، مصطفى محمد جري عشان يعمل الفولو، جري طار عشان يعمل فولو، ده وقع فوق محمد صلاح كده، طار استلم. محمد حمدي بيرفع له الكوره، محمد راح محجز على الواد، خده في ظهره، راح مدي الكوره محمد صلاح بمنتهى السهوله. راجل في الدقيقه 33 خروج امام عاشور، تبديله غريبه جدا، سايب حمدي فتحي ليه مش عارف، خرجت امام عاشور ليه وهو احسن واحد في الشوط الاولاني. يعني ده اللي يدل على تسرعك في اختيار التشكيل من الاول. ما انت كده بتثبت للعالم كله، العالم كله بيتفرج على البطوله، بتثبت للعالم ان انت مدرب متسرع، ان انت قريت الخطه غلط، قريت تشكيل زيمبابوي غلط، قريت الملعب غلط، فبتصلح غلط. لا ما قراش غلط على فكره، ده مش بس ده فاكر نفسه صح، ده عمل كده عشان داخل فينا جول، والله العظيم والله عمل كده عشان داخل فينا. بتطلع امام عاشور ليه؟ بتلعب 3 ديفندرات ليه؟ ما طردش، ما سحبتش حمدي ليه؟ قبل ما مروان ياخد الانذار، عرفنا مروان خرج في الشوط الثاني عشان الانذار، قبل ما مروان ياخد انذار. وعلى فكره هنتكلم على مروان على حته التسرع دي، كان ممكن يلبس طرد اصلا في الشوط الثاني. في الدقيقه 44 تريزيجيه بيلعب حلو قوي من فوق، وبيعدي حلو قوي واحد على واحد من فوق، وبعد كده بتقع ليه؟ خد انذار مجاني، ضربة جزاء يا ابني، مفيش الكلام ده، كل ضربة جزاء والله العظيم، مفيش الكلام ده، اللاعب داس على رجله. ايوه يا ابني، ايوه ضربة جزاء يا ابني، لو كان وقع اول لما داس على رجله، لو كان وقع خلاص انت كملت بيها، العب برجولتك بقى، كمل. كان ممكن نجيب جول، خدت انذار مجاني عشان كده طلعت. في الدقيقة 45 ينتهي الشوط الثاني، ينتهي الشوط الاولاني بتقدم زيمبابوي 1-0. منتخب بلا فكر، منتخب بلا اهداف،
ايه؟ مين؟ منتخب مصر. مم. منتخب بلا فكر، منتخب بلا اهداف، منتخب بلا لمسه، مفيش اي فكر، مفيش اي جمله. ينتهي الشوط الاولاني بواحد لا شيء، ما لعبناش غير اول ربع ساعه من جبهه محمد صلاح. نخش على الشوط الثاني ولا اي جديد. الشوط الثاني المنتخب طبعا نازل عايز يعمل رد فعل، ودي حاجه كويسه، حاجه ماشي تمام. قلنا اوضه اللبس اكيد مع حسام حسن شحنهم. طيب لمسه من صلاح لمرموش يشورها بسن الرجل بس تتصد، ادي اول باين ان احنا داخلين ضاغطين، احنا نازلين ضاغطين عايزين نسجل. الحميه دي ليه ما اتكلمنا، ليه ما شفناش في الاول؟ تحرك عمر مرموش لمس صلاح لعمر مرموش، تحرك يا جماعه ممتاز. الواد لعب كل حاجه النهارده، لعب كل حاجه. لعب جناح، لعب مهاجم، وكان بيجري لك في المساحات، او امام عاشور اداله الكوره كذا مره، ولعب جناح، ولعب بلاي ميكر، لعب كل حاجه. حسام عبد المجيد كارثه ومش واقف على رجله، عنده اهتزاز، خايف، متوتر، اول مره يلعب بطوله زي دي، ما ينفعش يلعب الماتش الجاي. الدقيقة 62 وبص على التحرك بدون كورة، وبص على الفينش، وبص على كل حاجة، لاعب متأسس صح من الألف للياء. محمد حمدي يلعب، محدش يقول محمد حمدي جامد، لا عادي، لعب عادية أول من قايبك ممكن تحصل يعني. لعبها في ظهر المدافعين، جري عمر مرموش وعمل دريبل، عمر مرموش ثبت الحارس على طول، كلنا قلنا هيعمل عرضية لكن راح خارمها، هي كده على طول. ايه ده؟ ايه الفينش ده؟ ده جول انجليزي ده جول ما يتجابش في افريقيا والله، ما يتجابش اصلا مع لعيبه زي دي. حطها اصلا مع السيتي قبل كده، حطها. عمر مرموش ما يطلعش من الملعب، هو محمد صلاح، عايزين الخبرات دي، احنا عايزين الخبرات دي. جري بدون كوره، فينش كويس، تمويه، مهاره، الجون فيه كل حاجه، هو ده اللي احنا عايزينه. دقيقة 65 تريزيجيه زائد مروان عطيه وزيزو، تريزيجيه زائد مروان عطيه يطلع وينزل زيزو وابراهيم عادل، تبديله كويسه، نشط بيها ابراهيم عادل كان كويس قوي، وزيزو ما كانش موفق خالص. الاثنين طلعوا عشان الانذارات اللي واخداها، فاهم؟ الاثنين طلعوا عشان الانذارات. عمر ما كان حسام حسن هيطلع تريزيجيه ولا هيطلع مروان عطيه. لبسنا بعض انذارات من دون اي فن، ولسه يا جدعان عندنا لسه ماتشين، فنركز عشان ما فيش لاعب يتوقف في الكيك اوف، في التصفيات، في الادوار الاقصائيه، فنركز بقى. تمام. ابراهيم عادل عمل نفسه دور تريزيجيه، جناح سيرف، مهارته كويسه، نشيط، محتاج يقف شويه على الرجل بس نشيط جدا. لسه محمد حمدي في الملعب. تمام. دقيقة 73 عرضية من حمدي وعكسية من زيزو براسه، الكرة الرأسية النهارده مش مركزين فيها خالص. على الكرة دي يا جدعان، يا جدعان ده بتوضح فكر حسام حسن، نفس الكرة بتوضح، يلعب على الكرة العكسية، الكرة العكسية ودخول الجناح كمهاجم، معروف خلاص. تمام. خرج محمد حمدي، لازم يتصاب عشان يخرج، نزل فتوح. صلاح صفر الشوط الثاني. تمام. صلاح ما عملش اي حاجه الشوط الثاني غير كره الجون عشان ما عارفين، وما عملش اي حاجه الشوط الاولاني غير الربع ساعه الاولانيه. كذا لمسه غلط عملها في الشوط الثاني، كذا لمسه عملها غلط ومش حاضر للاسف. مش لسه مش الاكتيفيتي بتاعت محمد صلاح اللي على طول. بعد ما جاب الجون حتى بيضحك، مش حاسس ان محمد صلاح ما فيهوش شراسه كده، ما فيهوش حماس من جواه زي 2017. لا عنده امكانيات، عايزين يطلعها صلاح اكتر من كده. تحرك بدون كره شويه صلاح، استخدم مهارتك شويه صلاح، خليك فعال شويه. عمر مرموش عالي قوي 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 قوي، على واحد ما يطلعش من الملعب، اقسم بالله بهيم جوارديولا عشان يطلع يوقع واحد زي ده. عرضيه جوه ال 18، قتال من مصطفى محمد، وهو ده المهاجم المحطه، هو ده المهاجم. مفيش حاجه اسمها مهاجم وهمي، مفيش في البطوله بنت الكلب دي حاجه اسمها كده. انت معاك عناتيل بتلعب قدام دفاعات خناشير، مفيش واحد عنده الجامب بتاع مصطفى محمد، لازم واحد جته العب بمهاجم سترايكر صريح، ما تنزليش بعمر مرموش مهاجم. كده باللوم على حلمي طولان ان انت خدت محمد شريف في كاس العرب. انت بتعمل ايه يا عم؟ انت بتعمل ايه بجد والله؟ اللعيبه دي كلها بتلعب منتخب اول، كل التوليفه اللي كانت في كاس العرب دول بيلعبوا منتخب اول، راح تاخد محمد شريف بجد والله. احنا لسه بالفكر ده بناخد ميدو جابر ومحمد شريف. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها مهاجم وهمي، مفيش حاجه اسمها انك تلعب من غير مهاجم بادوار مهاجم، مفيش حاجه اسمها كده. مهاجم والجناح جناح. تمام. ما تستناش من عمر مرموش انه يقعد يخبط لك مساحات، هيجي لك مساحات، انما عايزين لاعب يمتص لك العمق بتاع الملعب، اللاعب اللي اهي كره الجون الثاني كده، اللاعب اللي بيطلع من خط ال 18 عشان يستلم الرأسيه ويعمل لك الباصه العكسيه اللي ورا دي، اللي جت لصلاح اللي دخل كمهاجم، هي دي اللي احنا عايزينها. استلم صلاح من لمسه واحده صعبه قوي، من زاويه صعبه قوي، دفاع رخم، منتخب تنح قوي بتاع زيمبابوي ده. تمام. من زاويه صعبه قوي، من خرم ابره تخش. خبرات محمد صلاح اللي محتاجينها. كسبنا 2-1 وربنا بيكافئنا، لازم نتعلم من الغلط وتخلص المباراه بتقدم منتخب مصر وفوز منتخب مصر 2-1 عشان نبقى 3 نقط مع جنوب افريقيا.
في نهايه الحلقه حابين نوجه رساله لكابتن حسام حسن، خليك مركز في اختياراتك لعناصر التشكيله، خليك مركز، اعرف ان انت اول مره تلعب بطوله زي دي، بطوله صعبه اسهل للمنتخبات تحط فيك اجوان، اسهل للمنتخبات، بطوله ما فيهاش اي تهاون. ما لو لعبنا المغرب هنعمل ايه يا جماعه؟ مفيش لازم تركيز، اختيار عنصر التشكيله كويس، ما تفتيش، بلاش خوف، بلاش حوار تردد في النهارده ده. وبلاش حوار مهاجم وهمي، وبلاش حوار حسام عبد المجيد خالص. تمام، خبرات ربيع محتاجينها. عايز تبقى تبان راجل قدام الجمهور، لاعب محمد اسماعيل، راجل محمد اسماعيل، بس خليك في الامان ولاعب ربيعه، لان حسام عبد المجيد مش واقف على رجله. انتهت المباراه الحمد لله. الماتش اللي جاي باذن الله يوم الجمعه، هنشوف لكم قدام انجولا ولا جنوب افريقيا، بس هم الماتش جاي يوم الجمعه الساعه 5. نطلع بقى، نصعد، يلا بقى عايزين الرجوله بقى، تعبنا. يلا ما نخسرش النهائي قدام السنغال يا عم نصعد النهائي بس. والله ما نخسرش النهائي قدام السنغال ولا المغرب ولا السنغال، يعني عايزين نصعد بكرامه وناخد البطوله بكرامه، فاهم؟ قلنا كل حاجه في الحلقه، قلنا فكر حسام حسن، تكتيك حسام حسن بيلعب ازاي قدرنا نرجع في المباراه، ازاي اللي قدرت تغير التشكيل، ايه سر المكسب وايه سر الخساره لو كنا خسرنا يعني. قلنا كل شيء. يا رب تكونوا استمتعتوا بالحلقه بتاعتنا. استنوا مننا فيديوهات كتير الفتره الجايه، قلنا لنا بقى والكباك، لان ان شاء الله هنزعلكم مننا 6 شهور ان شاء الله لحد ما يجي جديد وعم الفريق دي يقلب حديد. تمام. شكرا الناس اتفرجت علينا، يا رب يكونوا وما تنساش ده يا جدعان، ده هيرجع ان شاء الله، فاهم؟ ولما يرجع الماتش علي بكره عموما، تمام، الساعه 8. عرفنا نعمل فيديو، عرفنا ما عرفناش، هنشوف ظروفنا ونشوف الدنيا. الماتش بتاع المنتخب اللي جاي جنوب افريقيا موت يوم الجمعه الساعه 5. يوم الجمعه الساعه 5 استنونا بكره ان شاء الله، كل يوم فيديوهات من التوينز. السلام عليكم.